صاحبة الحكاية النهاردة بتحكي وبتقول: أنا جوزي مسافر بقاله فترة كبيرة، يعني أكتر من 5 سنين. بينزل كل سنتين. وطبعا أنا كست متجوزة وبحب جوزي وعلاقتنا مع بعض كويسة. دايما كنت بقوله إن هو ينزل نهائي لما يبعت لنا واحنا نعيش معاه، لأن الوضع كده مش نافع. بس كل مرة كان بيرفض، وكان بيتحجج بظروف شغله وإن ظروف المعيشة هناك غالية. انا معايا منه بنت وولد، وبصراحة كان اناني جدا معايا، وطول عمره كده ما بيحبش الا نفسه، وما بيحبش غير ان هو يلم فلوسه بس. وانا تعبت من ناحية الرومانسية، ومن ناحية ان انا افضل مستنية ويفضل طول عمره مسافر. ونفسي ان هو يحس ان انا ست، وان انا محتاجاله. والحتة دي كانت عنده معدومة نهائي، لغاية لما حصل ان انا كان عندي ابني عنده 8 سنين. وابني ده كان بيجي لحد عنده هنا مدرس بيديله هنا في البيت درس خصوصي في العربي. والمدرس ده لاحظت منه نظرات كده غريبة، يعني نظرات كلها إعجاب واشتياق كده. ما هو كان عازب، وكان عمره 35 سنة، وما كانش لسه اتجوز. وانا بالنسبة ليا انا ست جميلة وجسم رشيق ولسه شابة صغيرة، وكان عندي 32 سنة، يعني اصغر منه ب3 سنين مش اكتر. المهم ان انا لما لقيت المدرس ده اللي بيجي يدي لابن الدرس الخصوصي نظراته ليا غريبة، مش عارفة ايه اللي حصل لي. حركت جوايا مشاعر كنت بحسها تجاه جوزي زمان، نظرة الاعجاب ونظرات الرغبة. المهم ساعتها اتصلت على جوزي اكتر من مرة واقول له: علشان خاطري حاول ان انت تنزل وتستقر هنا في مصر، او على الاقل في الوقت اللي احنا فيه انزل شهرين 3 اجازة كده اقضيهم معايا وبرجع تاني، لان انا بصراحة محتاجالك جنبي ومحتاجالك كست في حياة جوزها. المهم ان انا عاوزاك تنزل هنا باي طريقة. لقيته رد عليا وقال لي: ما ينفعش طبعا، انت عارفة العقد بتاعي سنتين ولسه ما مرش منهم الا سنة، يعني لسه سنة علشان اعرف اخد اجازة وانزل. قلتله: خلاص بسيطة، خدني معاك 3 شهور. وهو خلاص اجازة الصيف قربت. لقيته قال لي: طبعا مش هينفع. قلتله: ليه؟ قال لي: انت عارفة الراتب هنا كام علشان اخدك معانا هنا 3 شهور، و3 شهور في 3 شهور كده مش هقدر ان انا اوفر حاجة. طبعا زعلت جدا من كلامه، وقلت له: طز في الفلوس، طز في اي حاجة، انا مش فارق معايا فلوس. انا كل اللي محتاجالك تكون جنبي، محتاج ان انا اكون مع جوزي. واكيد طبعا انت فاهمني، انا مش فارق معايا فلوس ولا فارق معايا حاجة، انا مش محتاجة غير ليك انت وبس. انا مش عايزة من الدنيا غيرك انت وعيالي. انزل هنا نهائي، وربنا هو اللي بيرزقنا، واللي ربنا هيرزقنا بيه انا حمد ربنا عليه وراضية بيه. قال لي: بصي، انا قدامي سنة وما تكتريش معايا في الكلام، هي سنة وهنزل، وغير كده هي تبقى اجازتي، هنزل شهرين وبعد كده هرجع تاني. لكن انا بعتلك على دخل بسيط زي ده، يا دوب ناكل ونشرب وما نلمش اي حاجة، مستحيل. طلعي الفكرة دي من دماغك. قلتله: يعني انت عايز كده؟ قال لي: اه، وما تتكلميش معايا تاني. قمت انا قلتله: والله انت ما انت حاسس بيا ولا حاسس بالنار اللي جوايا عامله ازاي. على العموم خلاص، كل واحد يعمل اللي يريحه. ومن هنا ابتدى المدرس اللي كان بيجي لابني يومين في الاسبوع، كان بيجي سبت وتلات كل اسبوع، ان هو يدي لابني الدرس. انا ابني ده في سنة تالتة، وبنت الكبيرة في سنة 5. هو كان بيجي لابني الدرس. المهم كان بيجيلنا، وانا طبعا بكون يعني كست فرحانة بنفسي وفرحانة بجمالي، وكنت بحس ده مع نفسي ان انا كده يعني كأني مراهقة. بتبسط قوي لما القى المدرس ده بيبصلي بنظرة اعجاب او نظرة رغبة، او بيحسسني ان انا ست مرغوب فيها لسه. فكانت الحاجات دي تعجبني قوي. ودايما لما كان بيجي عندنا كنت لازم اعمله اي حاجة يشربها، مرة شاي، مرة قهوة، مرة نسكافيه. في اليوم ده قررت ان انا اعمله صينية كيكة بالشوكولاتة،
لان انا بعملها وبتكون حلوة قوي، وقلت هقدمها له مع الشاي. وفعلا لبست لبس مجسم وملفت، ما انا كان جوايا رغبة ومش عارفة اعمل فيها ايه، وجوزي طبعا ولا في دماغه. المهم انا كست، والشيطان يعني كان مسيطر عليا وعلى مشاعري، وان انا مش هقول ان انا كده صح، انا كده غلط، وغلط كبير كمان. والحكاية طبعا في الاخر جت على دماغي. كملوا معايا علشان تعرفوا اللي حصل، عشان في حاجات كتير هتكون عبرة وموعظة لأي ست تكون حاسة بالحرمان وجوزها مش حاسس بيها. المهم دخلت وعملت صينية الكيكة وظبطتها، وبصراحة طلعت جميلة جدا جدا معايا، يعني يعتبر من أحلى المرات اللي عملتها. وقمت مطلعة قطعتين مع كوباية الشاي وطلعت قدمتهم له. وانا اتعمدت ان انا البس لبس ملفت، يعني لبست عباية تكون بتاعت بيت، قصيرة وتكون خفيفة. وفعلا لما جه المدرس ولقيته بيشرح للولد قلتله اتفضل، دي حاجة بسيطة وياريت الشاي يعجبك، ولو احتجت سكر قولي. لقيته بصلي كده من فوق لتحت، ولقيت وشه بدأ يعرق، ولقيته ما كانش مركز معايا خالص، ولقيته بيقولي حضرتك بتقولي ايه؟ قلتله اتفضل الشاي والكيك ويا رب يعجبوك. المهم تاني حاجة لقيته قالي اي حاجة من ايدك حلوة يا مدام. وقلتله خلاص اتفضل الشاي والكيك. واتعمدت ان انا يعني اقعد قصاده كأني بشوف ابني مستواه ايه. هو طبعا في الوقت ده كان قاعد وماسك كوباية الشاي، ايده بترجف وبترتعش، مش قادر ان هو يتحكم في كوباية الشاي لغاية ما وقعت منه. قلتله حصل خير؟ مفيش اي حاجة. قال لي طيب مفيش اي حاجة امسح بيها يعني؟ قلتله لا حصل خير خلاص مفيش اي حاجة، ممكن بس تعديني وانا همسح ونضف مكان الشاي واعمل لك كوباية احسن منها. لقيته قال لي لا عنك انت وانا اللي هعملها. المهم رحت جبت قماشة بصابون علشان انضف مكان الشاي اللي واقع، ولقيته عمال يبص عليا وكان مش على بعضه خالص، وانا كنت متعمدة يعني ان انا اعمل حاجة تلفت نظره، وكنت انا مبسوطة بنظراته. حسستني ان انا لسه ست وان اي حد ممكن يرغبني. المهم نضفت مكان الشاي وقمت برضو عملت له كوباية شاي تانية غير اللي وقعت منه، واخد كوباية الشاي والكيك ولقيته بيقولي احلى كوباية شاي شربتها في حياتي، والكيك بتاعك تحفة بصراحة، طعم يجنن. تسلم ايديك يا مدام. قلتله لا، تشكرني على ايه؟ ده اقل واجب اعمله معاك. اهم حاجة مستوى ابني عامل معاك ايه؟ قال لي تمام جدا ما شاء الله عليه، بدأ يتحسن جدا وان شاء الله هيجي منه. قلتله تمام، وسبته ودخلت جوه علشان يشرح بقى للولد الدرس. وتاني حصة جالنا فيها انا برضو اتعمدت ان انا البس حاجة تكون يعني زي ما انتم فاهمين. ما انا خلاص جوزي مضيعني والشيطان مسيطر عليا وبيلعب بيا. ولقيته بيبصلي من فوق لتحت كده وبيقولي الولد جاهز علشان ياخد الحصة بتاعته؟ قلتله ايوه اتفضل. ولقيته بيبصلي وماسك منديل في ايده ومش ملاحق من نظراته ونظرات الاعجاب. بصراحة عينيه كانت كلها مبينة ان هو ملهوف عليا جدا بطريقة انا عمري ما شفتها، يعني كنت بشوفها بس في اول ما اتجوزت من جوزي. المهم فعلا دخل وقعد هو والولد وعملت له كوباية شاي، ورحت برضو قدمتها له، وعملت انا حاجة سخنة برضو علشان اقدمها له تاني. ولقيته بيبصلي نظرات جريئة جدا جدا المرة دي. انا ساعتها ما قدرتش خالص ان انا اتجاهلها، ولقيته بيقولي تسلم ايدك على الشاي، بصراحة انت النهاردة تجنني. قمت انا بصاله وقلتله بتقول ايه؟ قال لي لا مفيش حاجة يا مدام، بقولك تسلم ايدك على الشاي، تعبتك معايا. قلت لا مفيش تعب ولا حاجة، تعبك راح. المهم انا ساعتها الشيطان لعب بيا اكتر، وقلت لازم اخد راحتي معاه اكتر من كده.
ففكرت في فكرة ان انا اخد الولد والبنت واوديهم عند اختي، لان انا اختي قريبة يعني، ساكنة قريب مني، مش بعيد عني خالص. وفكرت ان انا ادي لنفسي فرصة يعني ان انا اكون قريبة منه، ما انا فعلا محتاجة لحد في حياتي. واللي عملته ده بلوم نفسي عليه لغاية دلوقتي، لان اللي حصل معايا بعد كده مصيبة كبيرة. بعدين لقيته جاي الحصة بتاعته ولقاني لابسة قميص وعليه روب خفيف، فساعة ما ضرب الجرس وبفتح الباب بعد ما شفته من العين السحرية، لقيته بيقولي ازيك يا مدام، الولد جاهز للحصة؟ قمت انا بصيت له كده وقلت له، ولقيته بيبصلي من فوق لتحت لانه هو اول مرة يشوفني بالجراءة دي. لقيته بيقولي ووشه كده يعني بيعرق، وبيقولي الولد فين؟ لو مش موجود خلاص ممكن اجيله وقت تاني. قلت له لا، الحصة النهاردة مش هتكون للولد، الحصة النهاردة هتكون ليا. ولقيته مش فاهم. قلت له الولد والبنت النهاردة وديتهم عند خالتهم يلعبوا مع العيال. قال لي ازاي يا مدام، انت عارفة ان النهاردة الحصة بتاعتنا، ما هم يومين في الاسبوع والنهاردة ميعاد حصتنا. قلت له مش مشكلة، انا وابني واحد، يبقى ذاكر لنا وخلاص. لقيته بيقول لي لا، طب خلاص انا هجيلك مرة تانية ان شاء الله، وانا هستأذن حضرتك وهمشي. جيت انا عملت حاجة كده ورحت رامية الروب من على كتفي، ولقيته بيبص لي قوي، ولقيت نفسي ان هو يعني بدأ ان هو يستجيب ليا، ولقيته دخل فعلا وعملنا حاجة يعني ما ترضيش ربنا. في الوقت ده خلاص قلت خلاص، بدل هو عمل كده مرة وانا خلصت استجبت وهو استجاب، يبقى الموضوع هيتكرر اكتر من مرة. وفعلا فضلنا على الحال ده 7 شهور متواصلين، مرة يجي ومرة انا اروح له البيت لو ما عندوش حد في البيت يعني، لان هو اهله عايشين معاه، فلما بيكونوا مش موجودين وبيكونوا برا انا بروح. وساعات كنا بنتقابل في فندق، وبدأ ان هو يجي يدي الدرس الولد في مواعيدها. بس انا بدأت ان اخاف ان اختي تشك فيا، لان انا زي ما قلت هي بيتها مش بعيد عني، ممكن تجيلي في اي وقت، تجيلي اي وقت فجأة وتلاقيه موجود عندي. والناس هلفت نظرهم ليا لغاية ما حصلت الكارثة بعد 7 شهور. لقيت نفسي بطني بدأت توجعني، ولقيت نفسي مش قادرة اكل ولا اشرب، وكنت تعبانة جدا من كل حاجة. قلت لنفسي لا يكون انا حامل، طب ازاي وانا جوزي مسافر، الناس هتقول عليا ايه؟ ولقيت نفسي مش قادرة اتحمل التعب، ورحت كشفت ولقيتني ان انا فعلا حامل. ساعتها من الصدمة ما كنتش عارفة اعمل ايه، وبقيت خايفة جدا. ولقيت نفسي بتصل عليه وبقوله انا حامل. قال لي طب عادي، فيها ايه، ما انت كده كده متجوزة. قلتله متجوزة ايه يا بني ادم، انا جوزي مسافر، ازاي انا بقى حامل وجوزي غايب بقاله سنة و7 شهور، انت بتتكلم في ايه وازاي؟ لقيته بيقولي خلاص دي مش مشكلتي، ده مشكلتك انت، وانت اللي كنت عايزة كده، وانت اللي كنت سايبة نفسك، وانا كل اللي عملته ان عملتلك اللي انت عاوزاه. قلتله يعني اعمل ايه دلوقتي، والحمل اللي هيبان عليا ده؟ قال لي وانا هعملك ايه، دي مش مشكلتي، انت اللي جريئة زيادة عن اللزوم، واللي انت عايزاه بتعمليه، انا كنت بالنسبة لك تحقيق رغبة مش اكتر، ومشكلتك دي ماليش فيها وملهاش حل عندي. وعايزة انصحك نصيحة لوجه الله، لما يجي مدرس لابنك بعد كده التزمي واحترمي نفسك، لو بلاش اللبس الملفت والقصير اللي انت بتلبسيه، لان ساعتها هتقعي في نفس المشكلة تاني. ويلا يا حبيبتي مشكلتك دي ملهاش حل عندي، وكل واحد بيشيل ليلته. انا كل اللي بيني وبينك هو حتة الدرس الخصوصي، انا لا شفتك ولا عرفتك ولا عملت معاكي اي حاجة، دي مشكلتك انتي. ساعتها حسيت ان انا يعني احقر واحدة على وجه الارض، وحسيت ان انا اسوأ ست في العالم، ومش عارفة اعمل ايه لما لقيته بيكلمني بالاسلوب ده وحسسني ان انا وحشة. وساعتها عمل لي بلوك من جميع مواقع التواصل، ومعرفتش اوصله تاني.
انا عارفة ان انا غلطت، وان انا ما كانش المفروض اعمل كده، وان المفروض كنت احافظ على نفسي اكتر من كده. لكن انا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. والمفاجأة الكبيرة لما لقيت جوزي بيكلمني وبيقول ان هو هينزل، ومش عارفة اعمل ايه. في الحمل خلاص، حملي بدأ يبان، وجوزي كلها شهرين ونازل. طب انا هعمل ايه؟ هواجهه بالفضيحة اللي انا فيها ازاي؟ ولا هواجه المجتمع؟ ولا هواجه اهلي؟ انا مش عارفة اتصرف. يا ريت اي حد عنده نصيحة ليا يكتبها لي في التعليقات، واللي ما عندوش ما يجرحنيش بكلمة. انا بس محتاجة رأيكم، اعمل ايه في المشكلة اللي انا فيها. ودي كانت حكاية النهاردة. لو عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم في حكاية جديدة. مع السلامة.